بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وكتب على نفسه الرحمة وأمرنا بحسن الظن به، فقال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان أكثر الناس حسن الظن بربه، فكان يقول في أصعب المواقف: لا تحزن إن الله معنا. أهلا بكم في الحلقة الرابعة من بودكاست فذكر، حيث نواصل رحلتنا في تدبر معاني الإيمان، وحديثنا اليوم عن مفتاح السعادة والراحة القلبية. هذا وما سنجده في حسن الظن بالله. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير عشان نوصل الفيديو لكل اخواتنا، فالدال على الخير كفاعله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبكم وفي الكومنتات. قبل ما نبدأ يلا بينا. ما هو حسن الظن بالله؟ حسن الظن بالله هو اعتقاد الخير في الله واليقين بأنه أرحم بنا من أنفسنا، وإن تدبيره لنا خيرا من تدبيرنا لأنفسنا، وإن كل ما يقدره لنا فيه الخير وإن لم ندرك ذلك في وقتها. طيب، من أفضل حسن الظن بالله أولهما هو سببا لنيل رحمة الله ومغفرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أي لا ينبغي أن يموت المؤمن وهو قانط من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يحسن الظن بالله ويرجو ذلك بتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه وما وعد به أهل التوحيد. وثانيهما من أفضل حسن الظن بالله أن تكون راحة للقلب وطمأنينة للنفس، فعندما نحسن الظن بالله نعيش حياة مطمئنة بلا قلق أو خوف حتى من المستقبل. وثالثهما من أفضل حسن الظن بالله هو سبب لاستجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فمن ظن بربه خيرا أعطاه الله فوق ما يتمنى. طيب، كيف نحسن الظن بالله؟ أول شيء لكي نحسن الظن بالله عز وجل هو التأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته، فهو الرحمن، الرحيم، الكريم، الغفور، الشكور، العفو، الجبار، وإلى آخره من أسمائه جل جلاله. وثاني شيء لكي نحسن الظن بالله وهو تذكر نعم الله علينا، فكل لحظة من حياتنا دليل على لطفه ورحمته علينا وعلى جميع البشر. وثالث شيء لنحسن الظن بالله هو الاستغفار والإلحاح في الدعاء مع اليقين بأن الله لن يردنا خائبين أبدا. رابعهما وآخرهما ألا تقنط من رحمة الله مهما فعلت أو مهما أذنبت، فلو كانت ذنوبنا مثل زبد البحر فإن رحمة الله أوسع وأعظم، مهما بلغت ذنوبك فإن رحمته وسعت كل شيء، فإياكم أن تقنطوا من رحمة الله مهما فعلت ومهما أذنبت. تعالوا نتكلم عن قصص الأنبياء في حسن الظن بالله. سيدنا يعقوب عليه السلام رغم فقدانه لابنه يوسف لسنوات عديدة لم ييأس أبدا، بل قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وظل محسنا الظن بالله رغم الظروف المحيطة به. وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار مع أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، فكان حسن ظنهما بالله سببا في نجاتهما. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. اخوتي واخواتي، عايز اقول لكم ان حسن الظن بالله هو طريق الامل ونور في الظلام وراحة للقلب، فلنحسن الظن بالله فهو ارحم بنا من كل شيء، وهو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين الظن به وأن يرزقنا من واسع فضله. نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.